كوكتيل أفلام رعب مناسبة للسهرة. بتحب أفلام الرعب؟ اتفرجت على أفلام كتير وشايف إنها بقت روتين ومبقتش تخاف؟ أنا كان عندي نفس المشكلة دي بسبب إني من محبي سماع قصص الرعب وكنت هاوي روايات مرعبة. هبقى أعمل لكم شوية اقتراحات مخصوصة ليكم من الروايات دي، بس خلينا في الأفلام. جبت لكم النهاردة كوكتيل أفلام رعب من اللي قلبك يحبه. كل اللي هتعمله إنك تتفرج وتقيم وتضايق. وبالمناسبة هتلاقي في القناة شوية كوكتيلات أفلام تعتبر الخلاصة لأفلام عظيمة أظن إنك هتحبها. مش هطول عليكم كتير ويلا بينا نبدأ. وهنبدأ بأول فيلم، وهو فيلم لمحبي الأفلام اللي ما فيهاش لحظة ملل، زائد إن الفيلم هيديك جرعة رعب وغموض مش طبيعي. تخيل إنك جليس أطفال لطفل مش طفل أصلا، حاجة غريبة صح؟ محتوى الفيلم عن جريتا، بنت بتقرر الحصول على وظيفة مربية في إحدى القرى الإنجليزية، وبمجرد وصولها القصر بتكتشف جريتا بأن الطفل البالغ من العمر 8 سنوات اللي المفروض تكون جالسته هو عبارة عن دمية، واللي لاحظت إن أصحاب القصر واخدين الدمية دي كتعويض عن فقدان ابنهم من 20 سنة. وأثناء وجود جريتا مع الدمية بتخترق بعض القواعد المهمة اللي أصحاب القصر نبهوها عليها علشان تبدأ جريتا رحلة الشك والرعب مع الدمية. فيلم حلو ولذيذ والفكرة غريبة وجديدة، وأداء البطلة مفيش أروع من كده. الفيلم صدر سنة 2016 وحاصل على تقييم 6 من 10، واسم الفيلم ذا بوي. الفيلم التالي ده يعتبر من الافلام اللي عمرها ما هتموت، لانه يعتبر من افلام الطفوله. ومحتوى الفيلم ان جريس سيده بتعيش في قصر كبير مع طفلها، وده بعد خروج الاب للمشاركه في الحرب العالميه الثانيه. وبتبدا احداث الفيلم مع وصول طقم خدم جدد للقصر، وجريس بتديهم بروتوكول مهم للمعيشه، وكان اهم قاعده ان قصرها ما يتعرضش لاشعه الشمس نهائي، وده علشان طفليها بيعانوا من حساسية نادرة ضد الشمس. ولكن مع الوقت بتكتشف جريس ان طقم الخدم ده غريب الاطوار، وان القصر بيحصل فيه حاجات غريبة. فيا ترى ايه السر وراء الطقم الخدم ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2001 وحاصل على تقييم 7.6 من 10، واسم الفيلم ذا أذرز. الفيلم التالي وده يعتبر من افضل افلام الرعب في السنوات الاخيره، وحقيقي انك هتمر بتجربه مرعبه ما فيهاش لحظه ملل واحده، زائد ان الفيلم بيستند على قصه حقيقيه وتجارب واقعيه. ومحتوى الفيلم عن زوجين إد ولورين بيحققوا في قضايا خارقة للطبيعة، ويبتدي الفيلم حول عائلة بتنتقل للعيش في منزل قديم في الريف، وبتبتدي أحداث غريبة بيلاحظوها زي أصوات غريبة وحاجات بتتحرك بشكل غامض. وبتتطور الأحداث مع أفراد العائلة لحد ما يستنجدوا بالزوجين إد ولورين. فهل هيقدروا الزوجين إنقاذ العائلة من خطر الأرواح الشريرة؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2013 وحاصل على تقييم 7.5 من 10، واسم الفيلم ذا كونجورينج. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي افلام الالغاز والغموض والرعب، حبكه كده مش هتلاقيها كتير. حقيقي فيلمنا النهارده من الافلام اللي هتجيب لك ايرور في دماغك، بالرغم انك هتستمتع بالفيلم جدا. وبتدور قصه الفيلم حول مايك اللي بيعمل ككاتب، وكان محتواه عن الاماكن الغامضه والمسكونه، وبيتلقى دعوه للاقامه في غرفه تحمل رقم 1408 في فندق، واللي بيتقال عنها انها غرفه ملعونه. بيقرر مايك انه يقضي وقت في الغرفة، ولكن بيرتبط بأحداث خارقة وكوابيس واقعية جدا هتحطه في موقف حيرة انه مش هيعرف يفرق بين الخيال والواقع. الفيلم هيحطك في توتر ورعب نفسي طول احداثه حتى النهاية. الفيلم صدر سنة 2007 وحاصل على تقييم 6.8 من 10، واسم الفيلم 1408.
الفيلم التالي وده لمحبي افلام الرعب المميزة اللي هتعلق معاك جدا، لانه يعتبر حاجة كده كلاسيكية من اللي قلبك يحبها، ومش كتير اللي هيفتكروا الفيلم ده. ومحتوى الفيلم حول شريط فيديو ممكن يتسبب في قتلك، لان الشريط ده بيحمل لعنة قاتلة، وحسب ما يقال ان اللي هيشوف الشريط ده هيموت خلال 7 ايام. وبطلة الفيلم اللي اسمها راتشل اللي بتشوف الشريط وبتصيبها اللعنة، وبتحاول بكل طاقتها فهم لغز الشريط ده وحل اللعنة قبل ما يحين وقت موتها. حقيقي الفيلم قديم جدا علشان صدر سنة 2002، بس بيحمل نفس الإثارة حتى لو شفته أكتر من مرة. الفيلم حاصل على تقييم 7.1 واسم الفيلم ذا رينج. الفيلم التالي وده لمحبي افلام الرعب الكلاسيكية، ومحتوى الفيلم عن مجموعة من الاصدقاء كانوا في طريقهم لحضور مباراة كرة قدم في منطقة بعيدة عنهم، ولكن في نص الطريق عربيتهم بتتعطل قريب من مدينة مشهورة بمتحف وكان اسمه متحف الشمع، فيقرروا انهم يروحوا المكان ده علشان يطلبوا المساعدة. بس للأسف المكان ده كان آخر مكان يقدروا يطلبوا منه المساعدة. ده ليه؟ هتعرف من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2005. الفيلم واخد تقييم 5.5 واسم الفيلم هاوس اوف واكس. الفيلم التالي وده عبارة عن حبكة كده، شوية رعب على غموض على إثارة، وده اللي مخلي الفيلم مميز. ومحتوى الفيلم إن دكتور تشريح وابنه جات لهم جثة مجهولة الهوية في المشرحة، وكل ما يشرحوا جزء في جسمها بيكتشفوا حاجات غريبة، ولكن لازم يخلصوا تشريحها لمعرفة لغز موتها الغامض والغريب. الإثارة بتبتدي لما يحتجزوا جوه غرفة التشريح لسبب غير مفهوم في غرفة مليئة بالجثث، وعليهم كشف سرها بأسرع ما يمكن قبل فوات الأوان. إيه هو اللغز ورا موتها؟ وإيه هو السر ورا الأشياء الغريبة اللي بتحصل؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. يعتبر من الأفلام المختلفة اللي تستاهل تشوفها الحقيقة. الفيلم صدر سنة 2016 وواخد تقييم 6.8 واسم الفيلم ذا أوتوبسي أوف جان دو. الفيلم التالي وده للناس اللي بتدور على فيلم صاحب أسوأ نهاية في تاريخ الأفلام، وده على حسب آراء ناس كتير. ومحتوى الفيلم إن عاصفة جديدة بتضرب بلدة صغيرة، وبعد مرور العاصفة بيلاحظ ديف وجود ضباب بيغطي المدينة كلها، وللأسف الضباب ده كان وراه مخلوقات غريبة ومخيفة بتقتل البشر. وبتتطور الأحداث وبيستخبوا مجموعة من الأشخاص في سوبر ماركت، وأملهم الوحيد للنجاة إنهم يتحالفوا مع بعض. فهل هيقدروا على ده ولا لأ؟ هتعرف من الفيلم. الفيلم صدر سنة 2007 وواخد تقييم 7.1 واسم الفيلم ذا ميست. Who she's gonna sacrifice to make it all better. We want the boy. You try it. Kill him! الفيلم التالي وده لمحبي تجارب الرعب المثيرة، ومحتوى الفيلم إيميلي اللي بتشتغل عاملة خدمة اجتماعية في مدينة نيويورك، وبتدخل إيميلي حياة طفلة اسمها ليليان واللي كانت بتعاني من ظروف عائلية صعبة، واللي بتقرر إيميلي تاخد الطفلة في رعايتها وحمايتها من العائلة الغريبة دي. وللأسف بتكتشف إيميلي إن الطفلة وراها سر كبير، لأنها مش مجرد طفلة عادية. حقيقي الفيلم هيحطك في تجربة مميزة وأظن إنك هتحبها. الفيلم صدر سنة 2009 وواخد تقييم 6.2 واسم الفيلم كيس 39. الفيلم التالي وده لمحبي أفلام التشويق والإثارة والقصص الجديدة. حقيقي الفيلم ده ممكن اللي مميزه إن فكرته جديدة، والحبكة الدرامية ما ظنش إنها اتعملت قبل كده. ومحتوى الفيلم تخيل تكون نايم في أوضتك عادي وفجأة وبشكل غريب جدا بتلاقي نفسك في مكان تاني، وتكون شاهد كمان على جريمة قتل، ولكنك مش قادر تتحرك أو قادر تنقذ نفسك أو تنقذ الضحية. الفيلم بيتكلم عن ماديسون، ممرضة بتعاني من أحلام ورؤية متكررة لأشخاص بيتم قتلهم، وبيزداد الموضوع غرابة لما تكتشف حدوث جميع الجرائم بالتفصيل في العالم الحقيقي. بجد الفيلم بيحطك في رعب وتوتر نفسي
مش طبيعي وكله كوم، وحبكة الفيلم كوم تاني، هتحس انك دماغك هتجيب ايرور، زائد ان الفيلم مفيهوش لحظة ملل نهائي. الفيلم صدر سنة 2021 وواخد تقييم 6.2، واسم الفيلم مالجنانت. وبكده انتهى فيديو النهارده، واستعدوا للجزء الثاني من كوكتيل افلام الرعب. حقيقي مجمع لكم شويه افلام تعتبر الخلاصه، ومش هتبقى محتاج تبحث كتير عن افلام مناسبه لسهرات الرعب المميزه. المهم ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك لو حابب تتابعنا، وتورينا ذوقك في الكومنتات، وتقول لنا ايه افضل فيلم في لستة النهارده. بس كده، وجزاكم الله كل خير، مع السلامه.